حبيت أفكركم وأفكر نفسي إن الدنيا ممر وليست مستقر. ما دمت تنوي الخير فأنت بخير. احرص على النية الحسنة لأنها تكتب، وعلى نيتكم ترزقون. يلا بينا على الفيديو ونشوف هنقول ايه النهارده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبائي وأصدقائي في قناة أبو أشين. رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك. يا رب أشوف كل المتابعين الكرام بخير وبصحة، ويكونوا قضوا رمضان على خير، وإن شاء الله مكتوبة في ميزان حسناتكم أي فعل خير عملتوه في رمضان وغير رمضان. كل واحد فينا قضى رمضان بطريقته الخاصة، كل واحد فينا قضى الشهر الكريم دوت وتواصله مع ربنا بطريقته الخاصة وعلى حسب نيته. علشان كده بنقول بتكتب وعلى نيتكم ترزقون. كل إنسان ونيته وعمل الخير مكتوب له في ميزان حسناته إن شاء الله. وزي ما اتكلمنا عن زاهية داود لما عملت إفطار الصائم وكنا كلنا فرحانين بيه إلا ما رحم ربي، هنتكلم برضو عن سباق الخير في رمضان وحلمية داود وطارق وإفطار الصائم. زي ما فرحنا بيه زاهية داود لازم نفرح بحلمية داود. زي ما شفنا فرحة محمد ابن زاهية داود، شفنا فرحة طارق ابن حلمية وهو بيوزع إفطار الصائم بعد ما والدته عملت الوجبات ونزل هو يوزعها بنفسه، وكان الولد مبسوط جدا جدا وهو بيوزعها. مش عايزين نقلل من فرحة طارق أو من فرحة محمد إن هما بيوزعوا الخير، بيوزعوا إفطار الصائم للناس اللي ممكن ما تلحقش الوجبة أو ما تلحقش الإفطار مع أسرهم وهم على الطريق. معنى كده إن نية طارق ونية محمد ونية عبد المجيد ونية العم الدسوقي ونية زاهية ونية حلمية متجهة إلى الخير، متجهة لإفطار صائم. ممكن ما يسعفوش الوقت إن هو يفطر في بيته، لذلك بنقول وعلى نيتكم ترزقون. النية هنا بين حلمية وبين زاهية وبين عم الدسوقي وعم عبد المجيد لله عز وجل، مش عشان يتباهوا بيها. انت لو في امكانك انك انت تعمل نفس العمل اللي هم قاموا بيه دوت، سواء كان عن طريقك او عن طريق ناس تانية فاعلين للخير. وطبعا كلنا عارفين الدال على الخير كفاعله بالظبط. انت لو جاتلك الفرصة انك انت تعمل حاجة زي كده وما عملتهاش، يبقى كده فاتك الكتير من عمرك وفاتك الكتير من ميزان حسناتك. ملحوظة هنا، التصوير مش عيب. التصوير مش معناه ان انا بتفشخر بالحاجة ديت، التصوير مش معناه ان انا بتباهى ان انا بعمل الحاجة ديت ومضيع اجري وثوابي. بالعكس، الاجر والثواب عند الله عز وجل ومش هيضيع، وان شاء الله مش هيضيع طالما في نيتك الخير. بلاش تستعجل في الحكم على الناس وتدخل في نواياهم وتحكم عليهم اذا كانوا بيعملوا العمل دوت للخير ولا ان هم بيتباهوا بيه او بيتفشخروا بيه. في النهاية احب اقول لكم كل عام وانتم بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك، وان شاء الله ربنا يزيد من حسنات الناس اللي بتعمل الخير للخير.